30% في سنتين يعني 20% وهتخف خالص ان شاء الله. يبقى هتستمر على العلاج ولازم تيجي مصر. بالك قد ايه ما جتش مصر؟ يعني ان شاء الله كده اخر السنه باذن الله. طيب ما تطولش عن سنه لو سمحت، دي حاجه. الحاجه الثانيه كان في واحد في اخر السنه، هو المفروض يجيني كل 6 اشهر بس يجي كل سنه مش مشكله. كان في واحد ثاني ولد عندكم اعتقد فكرني اللي عنده حساسيه للقمح، اخباره ايه؟ لا كويس الحمد لله. بياكل عيش دلوقتي الحمد لله؟ الحمد لله باكل القمح وكده والحمد لله تمام. في اي شكوى معاكم دلوقتي؟ في اي شكوى؟ ايام البرد، عارف برد عندكم صقيع جامد عندكم في الاردن، في برد صقيع في اي حاجه تعبوا اما جت الحاجات دي؟ جالكم رياح الاتربه زي عندنا؟ والله يا دكتور في الحمد لله بنحاول نحافظ بقدر الامكان يعني. طيب بس احسن من الاول. الحمد لله تمام ممتاز جدا يعني يبقى لازم نشوفك بقى في مصر، يبقى تشرفنا ان شاء الله في مصر. نعم. طبعا سمعناك في التليفون الحمد لله. شكرا لحضرتك والف سلامه ليك وان شاء الله نشوفك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. طيب وايه قصتهم طيب؟ دول كان عندهم اول عيله فيها فروع كتير. هم اردنيين بيتكلم لغه مصريه. بين مصر واردنيا، في مصر واردنين فيهم واخواننا كلهم. وبعدين بيبقى الناس عندها حساسيه خاصة اللي هم فرع مثلا عربي كده او ايطالي اوروبي، بيبقى عندهم كمان حساسية للقمح. ايه حساسية القمح دي؟ فحساسية القمح موجودة طبعا برضه نشوف الصورة دي معلش قبل ما اتكلم. دي حشرة الفراش. حشرة الفراش دي برضه هتلاقي شوف موجودة ازاي، موجودة فين؟ موجودة في الفراش بتاعي بس، ولكن بتأثر على الانف، تعمل لي حساسية انف. ادي حشرة الفراش اهي، وادي الحاجات اللي بتطلعها، وتطلع حوالي 16 ماده تنتشر في المكان اللي حواليا فتعمل حساسيه